سيناريو فوز الاهلي بكاس العالم واول مباراه امام انتر ميامي في الدقيقه 80 وفاول من على حدود المنطقه وبوم وسام ابو علي الهدف الاول في انتر ميامي. ميسي يسكت ما يسكتش يقوم متعادل لانتر ميامي في الدقيقه 90 في هجمه على طول براسه وسام ابو علي الهدف الثاني للنادي الاهلي. وكده كسرنا عين ميسي وخرجناه من اول ماتش. ثاني ماتش معانا امام بورتو وفي الدقيقه 90 محمد مجدي قفشه الدقيقه سي رونالدو الافضل في لشبونه والبرتغال يقوم كده كسبنا 1-0. ثاني ماتش على التوالي لبورتو. ثالث ماتش بالميراس لما يلاقونا كسبنا انتر ميامي وبورتو ينسحبوا ونكسب الماتش 2-0. نخش على الدور ال 16 نلاعب ريال مدريد وفي الدقيقه 90 ضربه جزاء لريال مدريد يهدرها امبابي ويضيعها امبابي تترد بهجمه مرتده وسام ابو علي وجول. وكده خلصنا على ريال مدريد. نخش على دور الثمانيه امام مانشستر سيتي نلاعب جوارديولا هاتريك لوسام ابو علي هدفين امام عاشور هدف سادس للشحات. جوارديولا يشير بالسته ويروح. دور الاربعه نقابل مين؟ نقابل بايرن ميونخ في اول دقيقه يقع مصاب هاري كين. بعد كده يا جماعه في 90 دقيقه يعني ندافع. بعد كده في الدقيقه 95 مانويل نوير بيزهق من المرمى يطلع لبعد نص الملعب كهربا بوم جول في الدقيقه 95 ونروح بايرن ميونخ. نخش بقى على النهائي امام باريس سان جيرمان وهنا ياتي دور العميل طاهر محمد طاهر الوحيد اللي بيتكلم فرنساوي في الفريق يشتم كل لاعبي باريس سان جيرمان بالفرنساوي يقوم يضربوه ونطرد منهم 3-4 ونكسب كاس العالم. الماتش ينتهي بفوز النادي الاهلي 2-0 او 3-0 بعد طرد 3 أو 4 لاعيبه من باريس سان جيرمان وكاس العالم للاهلي. مبروك كاس العالم يا جماعه. ايه رايكم في السيناريو؟ كل الناس تقول في الكومنتات السيناريو ده لو حصل ايه اللي هيحصل يا جماعه بعد فوز النادي الاهلي بكاس العالم.